عمري وسني اول مونديال نعيشه واعي هو مونديال فرنسا 98 واللي شرفنا فيه المنتخب المغربي. فاللي نجح فيه وليد ما نجحوش فيه مدربين كبار باسماء كبيره هو السيطره على غرفه الملابس. دائما كنت اقول واعيد واكرر ان مشكله الكره المغربيه في غرفه الملابس، كان صعب السيطره على غرفه الملابس. خلينا نتكلموا بشجاعه ادبيه هشام، كان في مشكله مين ياتي من هولندا ومين ياتي من فرنسا واللاعب المحلي والصراع اللي يدور في غرفه الملابس والصراع اللي يدور في الفندق اللي جالس فيه المنتخب المغربي. بالتالي هذا ينعكس على شكل المنتخب المغربي رغم انه يملك نجوم. اليوم اللي عمله وليد والله العظيم دروس بالمجان في التقريب الناس من بعضها. اللي عمله وليد بعيدا عن الذكاء الكروي والتكتيكي وكونه مدرب ناجح وكاريرا في التدريب يتكلم على وليد، مش مهند اللي حيتكلم على وليد. لكن اللي عمله اليوم وليد مثلا اللي لاعب اللي في البنك تشوفه كيف فرحان وكيف يشجع في زميله، افتقدناها في بعض المناسبات في بعض المشاركات. كان دائما كان اللاعب الذي يكون في الاحتياط دائما يبحث عن انه ياخذ مكانه كرسمي على مستوى التشكيله. كيف تشوف المباراه الان امام المنتخب البرتغالي بكريستيانو رونالدو بباقي اللاعبين وتشوف الحظوظ ديال المنتخب المغربي في الوصول للدور نصف النهائي؟ ان شاء الله يا رب كريستيانو رونالدو يزعل ويقول نحب نلعب. انا نتمنى كريستيانو رونالدو يلعب، لان احنا تحدثنا ما قبل مباراه البرتغال وسويسرا واكدنا بوجود كريستيانو المنتخب البرتغالي تصبح فيه العديد من العيوب. اهم هذه العيوب ان بدون كره المنتخب البرتغالي ينقص لاعب في عمليه الدفاع اللي هي تبدا من الضغط من الامام، لان كريستيانو رونالدو بدنيا غير قادر انه هو يدافع ويهاجم. النقطة هذه عوضها راموس وحيعوضها الياو، لأن بدنيا هم أجهز من كريستيانو رونالدو، فنيا اليوم هم أقدر وأحرف من كريستيانو رونالدو ورغبتهم وشغفهم أكثر في إثبات الوجود. فأنا يهمني كمحب للمنتخب المغربي أن كريستيانو رونالدو يكون لاعب حيكون أقل رتم على المنتخب المغربي خصوصا في الضغط، لأن نتوقع حيضغطوا علينا المنتخب البرتغالي خصوصا من الأمام. اللي طمني الدفاع المغربي، الذكاء متاع وليد اللي احنا مؤمنين به، ان وليد مرن تكتيكيا، عنده اكثر من خطه اكثر من سيناريو يدخل به في المباراه، ممكن يغير الرسم التكتيكي داخل المباراه نفسها. فبالتالي متوقع انه هو يفعل شيء امام المنتخب البرتغالي. خايف هشام بصدق، خايف من البرتغال، والخوف سر النجاح. لو احنا ندخلوا مش خايفين واثقين من انفسنا وفوزنا لا حنتعبوا، لان بصدق اسبانيا عذبونا. خلينا نكونوا شجعاء. ويبقى من المنتخبات الكبيرة نعم كرويا.